السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الشيف محمود، والنهاردة حابب نعمل لكم فكرة سهلة وبسيطة تقدر تعملها في البيت لأولادك. هنعمل فكرة الفطير بس بالقلاش كده. هنجيب شوية سمنة ونرشهم صغيرين كده معلقة، وبعدين نحط طبقة من القلاش زي ما انتم شايفين، ونحط كمان طبقة 4 طبقات أنا حطيتهم في الأرضية بتاعة صينية الفطير. وزي ما انتم شايفين كده وأنا بحط طبقات وببدأ أسويها وأعدلها، ويكون عندي طبعا الخضار بتاعي والجبنة والصدوق. طبعا كده انا حطيت ال4 طبقات بتوعي. هنبدأ نحط الخضار بتاعي، طبعا فلفل الوان ومشكل كده زي ما انتم شايفين، والطماطم بتاعتي، وازود كده الخضار بتاعي براحتي. واحط الطماطم انا مقطعها كده قطع صغيرة زي ما انتم شايفين كده، واضح لحضراتكم. وبعدين انا مسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة 220 ل 230. وطبعا عندي صدوق انا مقطعه كده ني، صدوق بلدي خالص من عند الجزار. وعندي فلفل اسود او ملح بضيفه. وبعدين ببدأ احط الجبنة بتاعتي، ازود جبنة براحتي زي ما انا عايز. ودي فكرة فطير من اللي بنشتريه في المحلات، سهلة جدا وتقدر تعمله في البيت. وهتشوف الحاجة دي في الاخر هنعمل تكون عاملة ازاي، ويكون طعمها عامل ازاي، وشكلها عامل ازاي. وزي ما انتم شايفين كده بضيف الجبنة. عندك جبنة رومي حط، عندك جبنة شيدر، عندك جبنة موزاريلا حط، الجبنة اللي عندك ممكن تحطها. وبعدين ببدأ اضيف الطبقات التانية وبدخله الفرن على درجة حرارة 220 لمدة ربع ساعة او 20 دقيقة كده معايا. ابدأ اضيف الطبقات التانية، وبين كل طبقة وطبقة كده ادهن دهنة سمنة او زبدة لو عندي متاح. المتاح عندكم ممكن تعملوه زي ما انتم شايفين كده يا جمال الصينية. حاجة كده او رشة خفيفة خالص بسيطة. وهندخلها الفرن بالظبط لمدة 20 دقيقة. واثناء وهي في الفرن قبل ما تطلع احط لها رشة جبنة تاني بعد ما تاخد وش معايا. عندي جبنة زيادة ماشي، عاوز احط لها خضار على الوش ماشي. كان عندي شوية جبنة باقيين كده صغيرين حطيتهم. وبعدين هي مقرمشة كده وجميلة. وبعدين هطلعها من الفرن اسيبها تريح 10 دقايق 5 دقايق، واقطعها زي ما انتم شايفين كده. ونبدأ نشوف الحلاوة بتاعتها والطراوة بتاعتها مع الشيف محمود. ودعموني بلايك وشير لو بتحب لي الخير. وصلي على الرسول كده، صلي على نبينا محمد. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة الأيام المباركة اللي احنا فيها، وعيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير، والأمة الإسلامية بخير، وأهل فلسطين بخير يا رب. وتفك كربهم وتفك كرب الأمة. ويا رب دايما كلنا كده بخير، والأمة الإسلامية بخير يا رب. كل سنة وانتم طيبين، ومصرنا الحبيبة بخير. عيد مبارك عليكم. جميل.